بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين، اعزائي المستمعين، اصدقاء البرنامج، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وبعافيه وزي الفل. في البدايه ما تنساش ان انت تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما تنساش الصلاه على الحبيب مهمه جدا. بعد ما سعادتك صليت على الحبيب، تعالى نبدا بحاجه مهمه جدا، وهي الصوره دي. واحد يقول لي ايه الصوره دي؟ الصوره دي يا ريس هي احصائيات مباراه امبارح ما بين الاهلي مع فريق سموحه. وزي ما انت شايف كده، انا عايزك بس ايه تركز في بعض النقط، يعني عايزين نركز عليها. واحد، بص كده يا جدع على عدد التسديدات، هتلاقي 6 تسديدات بس. ما تتفائلش وتقول الله ده احنا شوط 6 كور، لا يا حبيبي، ده شوط في المجمل. انما شوطة واحدة بس، شوطة واحدة بس هي اللي على المرمى. تعالى كده بص بعد كده على حاجة مهمة جدا، وهي نسبة التمريرات. هتلاقي ان احنا مررنا 541 تمريرة. ثم بعد ذلك بص لي كده يا جدع على الاستحواذ، تلاقي ان انت استحوذت 66%. وبص لي كمان على الكورنرز، هتلاقي ان حضرتك جالك 5 كورنرات. ارجع ليا تاني. طيب، يبقى انت كده من اجمالي 6 تسديدات، 5 منهم كانوا في المدرجات، واحدة بس هي اللي راحت للهاني سليمان. يعني واحدة بس، شوطة واحدة بس في 90 دقيقة في نادي المفروض ان هو المركز الاول، البطل، اللي عنده اعظم سكواد، اللي عنده الدنيا حلوة، مشاكل مفيش، كل حاجة الدنيا حلوة جدا. فانت تنزل قدام فريق يعني بتتكلم في الاواخر ال 12 ولا ال 13، يعني فرق بينك وبينه حوالي 11 ولا 12 مركز، تتفاجأ ان ده يكون مستواك، فتشوت شوطة واحدة بس في 90 دقيقة. انت متخيل احنا امبارح كنا فين؟ دي حاجة. الحاجة التانية يا جدع، 541 تمريرة، 541 تمريرة غير مؤثرة. انت متخيل؟ ما هو احنا المفروض ان احنا بندور اللعب عشان نخلق مساحات، عشان بعد كده نوصل للجون فنشوط. طيب احنا عملنا 541 تمريرة عشان نشوط شوطة واحدة بس على المرمى. فحضرتك طول الماتش 90 دقيقة او اكتر طبعا بالوقت بدل الضايع، عملنا 541 تمريرة عشان نوصل للجون نشوط شوطة واحدة بس في 90 دقيقة. دي حاجة. الحاجة اللي كمان بقى مهمة وهي الاستحواذ. انت الاستحواذ بتاعك عالي 66%، ولكنه استحواذ يسمى الاستحواذ السلبي، يعني من الاخر لا قيمة له على الاطلاق. حضرتك عمال تحنكش، تدي الكرة لده، ده يديها لده، ده يديها لده، ده يديها لده، وعملت ايه؟ بنلعب واحد في النص. طيب تعالى بقى نبص على حاجه، ودي بالنسبه لي هي اخطر شيء. مارسيل كولر لما جه كان مهتم جدا بحاجتين مهمين جدا: الالعاب الثابته، وده بشكل كبير جدا وحسمنا بيها مباريات كتيره جدا. فاحنا جالنا 5 كورنرات ولا واحد فيهم مثل اي نوع من انواع الخطوره. وطبعا الضغط العالي، وده ما بقى بيجي للجماهير، ما بقاش بيجي في الملعب. فانت دلوقتي بقى عندك ضغط عالي بقى للجماهير، ما بقاش في الملعب. وكمان الالعاب الثابته اللي انت كنت مركز عليها ما بقتش موجوده. وده سؤال بيطرح نفسه: الحاجات دي راحت فين؟ الليله اللي احنا كنا مركزين عليها راحت فين؟ ده تساؤل، طبعا تساؤل بيطرح نفسه. النهارده طبعا السيد مارسيل كولر قال لك والله يا جدع مفيش راحه، هنبدا نرجع للتمرينات. والنهارده كان في تمرين الصبح عادي جدا، مفيش اي مشكله، بس اتقسم لنصين. النص اللي لعب المباراه امبارح خدوا تمرينات استشفائيه وبعد كده دخلوا الجيم وخلاص. اما الجزء الثاني الناس اللي ما لعبتش فكان ليهم تمرين قوي وعنيف جدا. السيد مارسيل كولر برضو ادى محاضره فنيه طويله جدا واتكلم مع اللعيبه، ويعني كان فيها نوع من انواع العصبيه شويه، ولكن يعني مش عارف اقول لك ايه، بس كان في نوع من انواع العصبيه. طيب، فالسيد مارسيل كولر بعد ما خلص كل الحاجات دي كلها قال لك والله احنا بنستعد عشان مباراه الاربع الجاي مع فريق سيراميكا كليوباترا، واحذر من هذه المباراه بشده. هتقولي ليه؟ لان فيها لعيبه كتير جدا الاهلي فرط فيها لفريق سيراميكا. واحد يقول لي طب وايه المشكله؟ المشكله ان اللعيبه دي هي اكتر خطر بيهددك في اي مباراه بتلعبها في الدوري، اكتر خطر، لانهم كلهم عايزين يثبتوا لك ان احنا والله يعني انت غلطت لما سبتنا. فهتلاقي شكري الباك الشمال اللي احنا يعني بكل سذاجه طلعناه من قائمه النادي الاهلي عشان يروح سيراميكا كليوباترا ويبقى عندنا ازمه في الباك الشمال. وطبعا عندك بيكهام اللي برضو بيحل ازمه، برضو وديته. وعندك كمان بقى يعني احمد ياسر ريان اللي طبعا عايز يثبت ان انا يا جدع احسن من شادي حسين اللي انت بدلتني بيه. فعيش بقى، عيش.
عيش. فهتشوف طبعا مباراة هتبقى صعبة جدا 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 جدا، ولو هم مش في احسن حالاتهم كل المباريات هيجي في المباراه دي وتلاقيه بقى بص بتلعب ضد رونالدينيو وميسي وكل الناس دي كلها، فكل الناس عايزه تثبت نفسها. فاحذر لان المباراه دي صعبه. وعلى الكابتن سامي قمصان ان هو يطلع السيد مارسيل كولر على اهميه هذه المباراه للحاجات اللي انا قلتها لك دي، يعني مش محتاج ان انا اتكلم كتير. دي حاجة مهمة جدا اتكلمنا عليها. طيب النهاردة السيد مارسيل كولر اجتمع مع السيد محمود الخطيب والكابتن حسام غالي ومترجم الفريق والكابتن امير توفيق. طيب الاجتماع ده ليه يا جدع؟ عشان نطلع كولر ان احنا وصلنا لفين. طيب واحد يقول لي احنا وصلنا لفين؟ والله بالصلاة على النبي كده احنا وصلنا ان احنا حددنا ميزانية الميركاتو. واحد يقول لي وبعدين؟ لا بس كده سلامتها ام حسن، انت مستني حاجه تانية؟ لا احنا كده بس. طيب احنا وصلنا لفين؟ ميزانيه الميركاتو دي الميزانيه اللي اعتمدها مجلس اداره النادي الاهلي عشان صفقات يناير. واحد يقول لي طيب يا جدع احنا معتمدين بقى مبلغ كبير. احنا معتمدين مبلغ جبار جدا وهو 100 مليون جنيه. بس قبل ما تفرح لازم تعرف ان المبلغ ده فيه فخ كبير جدا. واحد يقول لي ايه الفخ؟ الفخ مبدئيا ان ال 100 مليون جنيه دول بسعر النهارده في السوق بيعملوا حوالي 4 مليون دولار. 4 مليون دولار. واحد يقول لي طب وفيها ايه؟ ده معناه ان حضرتك بالصلاه على النبي كده شاكب راكب المفروض تخلص صفقاتك الخارجيه، ولو هتعمل صفقات داخليه بالفلوس دي. واحد يقول لي طب وهل ممكن نعملها؟ والله ممكن تعملها، ولكن الموضوع محتاج ذكاء شديد جدا. واحد يقول لي يعني ايه؟ يعني من الاخر هتاخد لك لاعب فري، لازم تدور على لاعب فري، واعتقد ان دانيال ايفري فري، فانت خد لاعب فري تحت السن وعنده 21 سنه، فيعني ده جاي معاك. وعندك كريستو، انت طبعا واحد يقول لي مين كريستو ده؟ كريستو اللي هو بتاع النجم الساحلي. انت بتتفاوض، خليني اقول لك ان احنا عشان بس نكون واقفين على ارض صلبه، احنا مشينا ازاي الخطوات بتاعت. بص يا سيدي، الكابتن محمود الخطيب جاله الترشيح. فبعد ما جاله الترشيح، وطبعا اللفه اللي احنا بقى ايه قلناها في الحلقه اللي فاتت، اللي هو اجتماعات كل لجنه مع بعضها عشان نوصل في الاخر ان احنا هنتكلم مع اللعيب. فالكابتن محمود الخطيب كلم رئيس النادي وقال له والله احنا عايزين كريستو. خلاص يا نادي يا نجم. فالنادي قال لك اوكي نبدا التفاوض. فالكابتن الخطيب طبعا بيسند الكلام ده للكابتن امير توفيق واللجان الاخرى. فنبدا بقى ايه؟ رحله التفاوض. وانا هنا طبعا بسميها رحله التفاوض لان النادي الاهلي مش حاسم في اي شيء ليه علاقه بالتفاوض، يعني ما بيخشش ينجز بسرعه، لا بتبقى رحله تحس ان احنا رايحين بجمل ويلا بقى يا جدع ناخد حاجاتنا ويلا بقى ما احنا رايحين هنروح لتونس بالجمل. طبعا هو الموضوع اسهل من السهوله ان انت حضرتك ممكن تركب طياره تروح لحد تونس، تتفاوض في السريع يوم يومين وخلاص وتاخد كريستو وانت راجع وتجيبه معاك. ده طبعا ده لو انت عايز تخلص، انما بقى لو انت عايز تفضل رايح جاي فهتقعد بقى تكلمهم بالتليفون وبالفيديو كونفرنس، وابعت لك مسج ترد عليا بمسج، وابعت لك مش عارف ايه فترد عليا. فاحنا حاليا في مرحله رايح جاي في التفاوض. اوكي فده حاجه. فانت لو جبت كريستو بمتوقع يعني في رينج المليون دولار طاروا من ال4 مليون دولار، يبقى كده احنا عندنا مليون طاروا خلاص. كل عام وحضرتك وبألف خير. يبقى يا باشا كده معاك في الميركاتو 3 مليون دولار. ال3 مليون دولار دول حضرتك محتاج ان انت تجيب 2. ده على اعتبار ان انت ما جبتش الراجل افري واستكبرت قلت لا يا جدع مش انا اللي اروح اجيب لعيب فري، لا ده انا اروح اجيب لعيب اتقل من كده. اوكي رحت قررت ان انت ماشي. فالمفروض ان انت خليك بادي معايا بس خليك ماشي معايا، هتجيب لعيب كبير فوق السن، هتجيب لعيب تحت السن، هتجيب لعيب باك يمين مكان الاخ اكرم توفيق اللي اتصاب. طيب خلي موضوع اكرم توفيق ده بره، تحطه على جنب. ليه؟ لان ده ليه حسبه تانية، ده في مصر فليه حسبه تانية. نروح بقى ايه لل3 مليون دولار.
انت باقي معاك خلاص 3 مليون دولار. هتعمل ايه بقى بال 3 مليون دولار؟ هتحاول تستلقط صفقه كبيره، ودي الاهم بالنسبه لك، بحوالي 2 يعني 2 يعني 2 مليون دولار، مش هتزيد عن 2 مليون دولار. فطبعا انت بتروح لرينج المهاجم الوقيع. انا بصراحه بجيبها لك من الاخر عشان احلامك ما تطلعش وتتصدم وتيجي ايه لا، خلينا كده ايه بالراحه وبلغه الارقام. مفيش مهاجم هتجيبه من بره سوبر ستار باعلى من 2 مليون الا اذا واحد يقول لي الا اذا ايه؟ الا اذا كان العقد بتاعه بينتهي، الدنيا خلاص في السلكان، خلاص باقي له شهر ولا شهرين والدنيا خلاص، او باقي له سنه، فتحاول ان انت يعني ايه كده، او بيلعب في نادي مثلا زي بوليفار والحاجات دي كلها، ودي بتبقى حاجات لقطه. واحنا بصراحه ملناش في الكلام ده قوي، يعني هي بتبقى حاجات صعبه جدا ان هي تجيلك لقطه. المهم يعني احنا ايه عايزين ندفع، هتجيب مهاجم في رينج ال 2 مليون دولار، يبقى مع سعادتك مليون دولار واحده. المفروض ان انت يا تجيب بيها صفقه يا تخليها وتحوشها جنب اخواتها اللي ايه في ميزانيه النادي الاهلي. طيب فهنا بقى انت ايه تبدا تروح للاعب اللي هو كان اكرم توفيق، فتلاقي الناس امبارح حتى الكابتن طارق العشري قال لك والله انا عايز كريم الدبيس، عايز حسام حسن، عايز مش عارف ايه الكلام ده كله. فتروح للحاج فرج عامر، يا حاج فرج انا عايز خالد عبد الفتاح، فهتخش بقى في صفقه وتدي له لعيبه والكلام ده كله، والليله تمشي كده وبس كده. ده الميركاتو بتاع النادي الاهلي باختصار شديد جدا جدا جدا. بس واحد يقول لي ده انت سودت الدنيا علينا. مش بسودها يعني انا بقول لك انت ممكن تتعامل بذكاء وتطلع حاجات كتير. واحد يقول لي يعني من الاخر كده انت ممكن ما تضيعش اي حاجه من الحاجات دي كلها، وعندك يعني تركز على صفقه واحده اجنبيه، وهي صفقه المخلصاتي. حد يكون من الاخر يعني وفر لي يابا ال 4 مليون جنيه، ال 4 مليون دولار دول، روح هات لي بيهم مهاجم. حاجه تكون من الاخر، حاجه بقى اللي هو فيرست كلاس، حاجه مش هنقول طبعا فيرست كلاس لان ده طبعا مبلغ عبيط، ولكن انت بتتكلم في رينج اعلى بكتير من اللي موجود في افريقيا وفي الدوري المصري وفي الشرق الاوسط من ضمن الحاجات، طبعا مع استبعاد منطقه الخليج. يعني في منطقه اللي هي بتاعتنا، فتجيب حاجه كواليتي عالي قوي، فركز فيها واديها كل اهتمامك وهات لي حاجه من الاخر مخلصات. طبعا ده انا لو بعمل كده، انا مش مجلس اداره النادي الاهلي، هم انا قلت لك، انا شرحت لك هم هيعملوا ايه، بس انا كمحمد هعمل كده، هجيب واحد من الاخر يخلص لي كل الهري ده كله، ال 541 تمريره اللي عمالين نلف بيهم، لا هجيب واحد يخلص لي ال 540 دول بجون 2 واخلص، وكل عام وانتم بخير وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده انا. طيب واحد يقول لي طب وبعدين هنعمل ايه؟ والله بقى انا عايز خالد عبد الفتاح من سموحه، اخبطه في حسام حسن واخد خالد عبد الفتاح واخلص من حسام حسن ومن زنه ومن حاجاته ومن تكاته، وخصوصا ان هو يعني مش مادي معايا الحاجات الكويسه، فبدل ما ادفع والكلام ده كله يا باشا خد لي حسام حسن في بتاع. تعالى مثلا انا عايز مروان عطيه من الاخر بقى يابا، انا عندي محمد محمود وزياد طارق ومش عارف ايه وشله لعيبه ملهاش اي لازمه، اديله يابا وخلص وهات لي ده ومكان ده، خلص وانجز بقى. واحد يقول لي بس هتبدل محمد محمود مش عارف ايه. انت دلوقتي في مرحله محتاج حد معين، فانت بتعمل ايه؟ والله خبط ده في ده، انا والله عايز محمد محمود، حط اديلهم محمد محمود وحط بند بيسمح لك ان انت تعيد شراء مثلا ب 20 مليون جنيه. واحد يقول لي ده معناه ايه؟ معناه ان انت اشتريت مروان عطيه، بس بما اني معيش فلوس السنه دي فخليها للسنه الجايه ارجع محمد محمود لو احتاجته. يعني انا دلوقتي عندي مروان عطيه لعيب جايز، عندي محمد محمود ان شاء الله باذن الله هيبقى لعيب، فطب اعمل ايه؟ ادخل محمد محمود وعمار حمدي وزياد طارق في الصفقه دي. ما هو عمار لسه قدامه وقت على ما يرجع، يعني على ما يرجع ويقف على رجله والكلام ده كله يكون الموسم انتهى، فانا محتاجه يطلع يلعب مشاركات كتيره فيبقى حلو، وانا محتاج حد دلوقتي، فاخد مروان عطيه واديله محمد محمود بيع، او شوف بقى هو محتاج مين فيهم، بيع واديهوله بيع، واحط مبلغ ان انا والله ارجع اللعيب ده في حاله ان انا احتاجته، والاثنين التانيين يروحوا اعاره وكل عام وانتم بخير. اديله محمد محمود بيع، اديله محمد محمود بيع وحط لنفسك كده مبدا كده لذيذ في العقد بتاعك، والله في حاله ان انا عايز ارجعه يا حاج محمد هدفع لك 25 مليون جنيه في اول سنتين، و30 مليون جنيه في كمان 3 سنين، و40 مليون جنيه في اخر 4 سنين، يعني عارف الحاجات اللي هي مش هتحصل. والله راح هناك محمد محمود تألق والدنيا حلوه والدنيا مشيت،
ادفع ال 25 مليون اللي انا كنت هدفعهم المفروض لمروان عطيه وارجعه. طيب لقيت محمد محمود نايم على الخط، يبقى سيبه سنه كمان، فوق في السنه الثانيه ارجعه. طب ما فوقش يبقى خلاص كل عام وانتم بخير، يبقى انا جبت كده لعيب وما دفعتش اي حاجه. اخلص من اللعيبه الكتير اللي عندي اللي عاملين لي زحمه بلا اي لازمه، بلا اي لازمه. طب والله يا جدع ده انا مثلا سموحه عايز الدبيس ومش عارف ايه والناس دي كلها، طب الناس دي هتلعب؟ لا، يبقى وديها له. خلاص اشحن بقى، ما انا مش هشحن لعيبه عندي واخليهم ما بيلعبوش. لا، طلع وايه وتذاكى وخد اللي انت عايزه بالذكاء، بالذكاء. يبقى انا كده كسبت سموحه وكسبت الاتحاد. والله حبيت ان ارجع ندفيد، هات ندفيد وخد مش عارف ايه، اعمل كده يعني، فاهم؟ اشتغل بذكاء في مصر. انما الصفقه الاجنبيه اجيب صفقه واحده، انا مش محتاج لا كريستو، وانا بقولها لك لا محتاج كريستو ولا محتاج افري ولا محتاج اي الناس دي كلها. ال 4 مليون دولار هات لي بيهم مهاجم ممتاز، واحد يكون مخلصاتي، ارقامه تكون كويسه، يكون الدنيا حلوه، اتابعه كده في الاسبوع ولا البتاع الكلام ده كله، اتابع كده شويه فيديوهات واشوف الدنيا ماشيه ازاي وايه، واخلص الصفقه في السريع على اخر الاسبوع ده يكون معايا، ابدا 1 يناير ينزل معايا، على نص الشهر يكون انسجم، على اخر الشهر يكون السفاح بتاعي، بحيث ما ناخدش وقت، ما نضيعش وقت. لا طبعا لو انا. طيب النادي الاهلي احنا حكينا بقى خلاص هيمشي ازاي وهيعمل ايه، وهنشوف الدنيا ماشيه ازاي. بس كده.